هاي يا بنات، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني قوي قوي. طبعا ده اول فيديو بعد غيبة طويلة عنكم. عارفة والله اني مقصرة معاكم، وبقالي كتير ما نزلتش فيديوز على القناة. سامحوني والله على فترة الانقطاع دي، مش بايدي. كان ورايا حاجات كتير قوي قوي بعملها شغلتني عنكم عن القناة. ما كانش في وقت خالص حتى ان انام. ان شاء الله ابقى معاكم كتير الفترة الجاية. شجعوني بقى وحطوا اللايك الجميل بتاعكم وكومنت وشير لاصحابكم. ويلا بينا نبدأ الفيديو. بسم الله الرحمن الرحيم. اول فيديو حبيت اعمله معاكم بقى يا بنات هو فيديو عن التسريحة بتاعتي وموجود فيها ايه. التسريحة بتاعتي اهي، كل حاجة انا بستخدمها موجودة على التسريحة دي. وهقول لكم انا جبتها منين وسعرها ايه وكده. بس كده يلا بينا بقى نبدأ بأول حاجة. نبدأ بحاجة حابة اوريها لكم، هي البودي لوشن ده. البودي لوشن ده كان جاي لوحده هدية مع حاجة كنت طالباها اونلاين. جميل جدا جدا وريحته روعة وبينعم الجسم ولا حلو. ده من باث اند بادي ووركس. تاني حاجة حابة اتكلم عنها هو السكراب بوبانا، ده بجد روعة جدا. انا اخر مرة اشتريته يعني كان تقريبا ب25. الوقت انا مش عارفة هو سعره كام، بس انا اخر مرة جبته فيها كان ب25 يعني. كمان الاسيتون ده، الاسيتون اللي هو النيل بوليش ريموفر. انا مش عارفة ده ماركته ايه. مكتوب عليه شوجر خلاص، بس هو حلو جدا جدا. هو على العموم يعني اي نيل ريموفر حلو، يعني اي اسيتون حلو مهما كان نوعه يعني. وعندنا كمان مية الورد دي. انا كنت جايبها ب15، اللي هو العراب، برضو تحفة جدا جدا. زيت السعد ده طبعا احنا بنحطه على جسمنا بعد ما تعملي جسمك. بتحطيه لمدة 7 ايام. بيأخر بقى نمو الشعر وظهوره. ولو استمرتي عليه ممكن الشعر يخف خالص، ويعني لما يطلع يعني قليل جدا جدا، بس هو بجد حلو جدا. أنا كنت جايباه ب50. دلوقتي انا معرفش هو بكام، بس انا يعني كنت جايباه اياميها ب50. نيجي بقى اللي هو طقم الفرش ده. طقم الفرش ده كله على بعضه كده، اللي هو بالعلبة بالخرز بكله، انا جايباه ب140. بصوا انا مش فاكره يا ب140 يا ب170، بس انا كنت جايباه في حدود كده يعني، من 140 ل170. مش فاكره بقى التمن قوي، لان انا كنت شاريه بقالي فتره. المهم يعني هو كام فرشه، تقريبا 12 فرشه. طبعا ده مش معاهم اللي هو ده، بس ده برضو جميل جدا، استخدامه حلو قوي. من الماركه بتاعته اللي هي الف دي. جميل جدا جدا ده. فرشه البلاشر خلاص، بس انا حطاها هنا يعني معاهم عشان يعني يبقى كله في مكان واحد. اهو انا ثبت الكاميرا عشان اوريكم بس الماركه. انا مش عارفه ليه الموبايل مش عايز. اهو الماركه اهي، تمام كده، جميله قوي قوي، استخدامها جميل. والفرشه بتوزع حلوه جدا. اسمها زوفا، بس تحفه بجد، تحفه جميله جدا. بقالي فتره بستخدمهم وبجد يعني شكلهم حلو، اصلا شكلهم شيك على التسريحه، يعني المنظر كله شيك. انا طبعا حابه اكلمكم عن المنظم بتاع الميك اب ده، بجد مهم جدا جدا، ولازم كل عروسه تجيبه، او حتى لو بنت تجيبه، يعني هو مهم اصلا. ده عباره عن 5 ادراج ومنظم فوق كده. المفروض ان هو للليب لاينر والليبستيك وكده، بس انا طبعا ما عنديش ليب لاينر. برضو يعني ينفع لكذا حاجه. المهم يعني انت استخدميه زي ما انت عايزه، يعني كل واحده تستخدمه زي ما هي عايزه، مش لازم يعني تحطي فيه اللي هو الروج بتاعك والليب لاينر وخلاص. لا، انا حاطه فيه مثلا الماسكارا من مايت سينما. بجد الماسكارا دي روعه جدا جدا، هي 3 في 1. بتدي فوليوم حلو جدا للعين. وبتخلي الرموش كثيفه قوي وطويله، وبتبين العين. هوريكم الفرشه بتاعتها اهي. دي الفرشه بتاعتها
بجد روعة جدا جدا. يعني انا مرتحتش في اي ماسكارا. انا جبت يعني ماسكارا كتير، بس مرتحتش غير في دي. يعني انا كان عندي الماسكارا دي. طبعا انا اول مرة اجيب ماسكارا سودا، انا طول عمري بحب الازرق. وجبت كمان الماسكارا دي من كارتي، من كارتيه او كارتي، مش عارفة بصراحة النطق الصح ايه، بس بجد فعلا حلوة جدا. دي زرقاء بقى. انا اصلا بحب الماسكارا الزرقاء جدا. عمري في حياتي ما جبت ماسكارا سودا غير بتاعه مايت سينما دي. كنت جبت قبل كده واحدة بس ما عجبتنيش. جميلة جدا برضو. بص انا هحاول اشوف السعر واقول لكم. سعر الماسكارا دي انا جبتها ب30 جنيه. خلاص ب30، مكتوب عليها 30. نروح بقى للليبستيك. جبت الليبستيك دي اللي هي من بريتي وومن. دي درجتها 2. قربت اصلا تخلص. ده لونها بامبا فاتح قوي اهو. بامبا فاتح جدا، بس بجد لونها يعني انا بحب اللون ده. انا بحب اصلا الفواتح. ويعني اقول لكم معلومه يمكن تكونوا ما تعرفوهاش، انك لما تروحي محل وتجربي ليبستيك عايزه تشتريه كده، جربيه على كف ايدك من جوه مش من بره، اقرب لون لشفايفنا. وجبت دي كمان من بريتي وومن. دي لونها كده بطيخي. دي الدرجه بتاعتها 33. ودي من بريتي وومن برضو، الدرجه بتاعتها 9. احمر كده بس مش احمر غامق، عارفين الاحمر اللي هو الناري، هي دي. وكمان جبت دي من مايت سينما. دي درجتها 202 اهي. بس انا ما بحطش منها كتير، يعني ما بحطش منها تقريبا خالص اهي. دي درجتها. بس دي لما تيجي تحط منها بجد حط منها خفيف، لانها تقيله قوي قوي، وانا عن نفسي ما بحبش الروج التقيل قوي ده. دي كمان من مايت سينما، الدرجه بتاعتها 211 اهي. روعه قوي. ده كشمير غامق يا بنات، ده كشمير غامق. بس انا بحب الكشميرات عامه، بحب الكشميرات والبمبيات والاحمرات برضو بحبها جدا، والبنيات. ودي كمان من كيس بيوتي اهي. دي لونها من جوه. هي بصوا هي برتقاني كده عاطي على بني شويه اهي. برضو اللون ده انا بعشقه جدا جدا، بحبه قوي. بس للاسف انا مش عارفه درجته كام. مش عارفة. ده بقى اللون ده بقى اللي بحط منه على طول. ده بامبا او كشمير فاتح كده يعني اهو. كشمير. بس بحب احط منه قوي قوي، يعني يعني كل خروجاتي تقريبا انا بحط ده. ده رقم الرقم بتاعه 202 اهو اهو. عندنا بقى اللي هو الحاجات المط. انا جايبه كام واحد، تقريبا 3 بس. جايبه ده من NYX. ده بامبا فاتح قوي 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 يعني. بصراحه ما حبيتش ان يعني البامبا الفاتح قوي ده اهو، يعني فاتح جدا. شوفوا ما حبيتوش قوي. ده لازم يتحط مع روج، ما ينفعش يتحط لوحده اهو. درجته كام برضو مش مكتوب عليه الدرجه، فبصراحه انا مش عارفه درجته كام. بس ده لونه اهو، لونه فاتح جدا قوي يعني. طبعا انا مش بحب المط يعني قد كده، يعني المط ده مش بحبه قوي. ده برضو من كارتيه. بصراحة اللون ده روعة جدا. ده كده احمر دم غزال. بجد يعني بحب اللون ده قوي اهو. هو ده درجته كام؟
درجته 12. وجبت ده كمان، ده لونه فوشيا اهو اهو. طبعا الدرجات الغامقه دي ما بحطش منها كتير يعني، غير في مناسبه جامده قوي يعني، والله حتى المناسبه الجامده ما بحطش من الدرجات التقيله قوي دي يعني. بجد يا بنات لو هتجيبوا ما تجيبوش اللي هو الليبستيك اللي بيبقى لونها تقيل او ظاهر قوي، ما تجيبوش منها كتير يعني، هاتوا منها لون او لونين بس كفايه، واللي انتوا بتحبوه الالوان اللي انتوا بتحبوها. لسه عندي ايه هنا، ده الكونسيلر بتاع بريتي وومن، حلو جدا جدا. انا جايباها افتح درجه، جايباها 1 عشان انا بشرتي فاتحه، فلازم اجيب افتح درجه، ما ينفعش يبقى بشرتي فاتحه واقوم جايبه كونسيلر غامق، لا، يبقى كونسيلر فاتح. حلو جدا، ده لونه عاطي كده على وردي. على ما اعتقد يعني سعره كان 35، مش عارفه هو الوقت بكام، بس هو انا كنت شارياه قالت لي ده ب35. وكمان عندي الكونسيلر بتاع نوت ده بقى اغمق شويه، بس هو على فكره برضو افتح درجه، بس انا جبته برضو اهو. احطه جنب الكونسيلر بتاع بريتي وومن، شوفوا اغمق ازاي، هو يعني فاتح بس عاطي على اصفر كده. خلاص، ده جايباه ب60، مش عارفه بقى الوقت هو بكام اهو. اللي هو من شاو، ده يعني افتح كونسيلر جربته في حياتي يعني، كونسيلر فاتح جدا بتاع شاو ده اهو، تقريبا برضو ب35. دي درجته 1 اهو، كله درجته 1، انا بجيب كله درجته 1. احطه بقى جنب اخواته عشان بس تشوفوا الفرق. شوفوا شوفوا افتح واحد ازاي، شوفوا فاتح ازاي اهو. ده شكله، انا مش عارفه دلوقتي هو بكام، بس يعني اصلا شايله الحاجات دي يعني بقالي فتره اهو. ده شاو وده نوت وده بريتي وومن، كلهم 1 يعني، كله درجته 1. بصراحه انا مش عارفه اقول لكم هون احسن، بس انا برتاح في نوت، وممكن احطه فوقه بريتي وومن، بس انا بريتي وومن دلوقتي خلص من عندي، فانا بحط فوقه اللي هو بتاع شاو، بس شاو فاتح قوي يعني، ده لو اتحط على الهالات السودا جامد هيخليها رمادي، مش هيخبيها، هيخليها رمادي وهيظهرها اكتر. فانا منصحش يعني، منصحش خالص بشاو يعني. شاو ده ممكن تنوري بيه اماكن الاضاءه اللي في وشك، لكن منصحش بيه خالص انك تجيبيه كده لوحده، او يعني تحطيه كده على الهالات السودا على طول، ما ينفعش، انا شايفه ان ده غلط. اوريكم البودر دي، يعني البودر دي انا ارتحت فيها قوي يعني، بجد انا هجيب منها تاني. هما ده هي دبل بودر، آه ده البودر الاولى اهي، ده لونها. المفروض ان يعني ايه هي اتكسرت خالص خالص خالص. دي بصوا، دي بودر عاطي على وردي كده، ده عاطي على اصفر او على غامق شويه. شوفوا عامله ازاي، اتبهدلت بجد، اتكسرت خالص، بس انا بستخدمها برضو يعني، انا بستخدمها جميله جدا، اللون ده تحفه جدا، يمكن احلى من اللون ده كمان. مش عارفه ليه اتكسرت كده، بس يعني يلا قدر الله ما شاء فعل، بجد انا زعلت عليها قوي. ومعاهم الاسبونشة دي، والبودر دي كمان لوز باودر، هو ده لوز باودر شفاف، جايباه من فيت مي اهو، برضو حلو جدا 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 بجد، انا بحب الشفاف اكتر من اللون، لان اللون ساعات ما بلاقيش منه فاتح، من الفاتح ده قليل جدا او مش بلاقيه اصلا، فاقوم جايبه لوز باودر شفاف. ده درجته 2.
الدرج الكبير ده انا حاطه فيه الاسبونج اهو، 2 سبونج. ده اسبونج اسمها ايه يا ربي، ده سبونج للفاونديشن، والسبونج ده للباودر. ولو ان والله انا مش بفضل الباودر نعملها بسبونج، انا بفضل الباودر نعملها بفرشه زي دي تبقى احسن. والاي اسمه ايه، ماسكارا للحواجب، جايباها من فوريفر. بجد الفرشه بتاعتها حلوه جدا اهي، انا جايباها لونها بني. وهي حاطه فيها اسبونج كده، اسبونج للعين اللي هو تحت العين، او للاماكن اللي هي بتبقى عايزه اسبونج صغننه. ده موجود في الدرج ده. الدرج اللي فوقيه بقى انا حاطه فيه الاكسسوارز بتاعتي اللي لونها فضي، الخواتم والسلاسل كمان والخلاخيل والانسيال. خلاص الدرج ده حاطه فيه الدبابيس بتاعتي وتوك الشعر. ده انا حاطه فيه بقى اللي فيه كحل من MN، مش فاكره طبعا سعره. وحاطه فيه شفرات فلامينجو، واخر مره جبت فيها الشفرات ال3 مع بعض ب110، مش عارفه بقى لسه سعره كده ولا زاد ولا ايه، مش عارفه. ومقص طبعا، واللي هو القصافات بتاعتي، و اسمها ايه اللي هو قلم الحواجب من اسمه تراي مي. تمام بس كده. واخر درج بقى حاطه فيه بقيه الاكسسوارات بتاعتي، اللي هو الكوليهات بقى والحلق والكوليه ده كمان.